السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا. ربي يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، آمين يا رب العالمين. كي نقولوا رمضان يعني شوربة فريك وبورك، وإحنا الجزائر تاعنا كبيرة وعريضة وكل واحد وطريقته في تحضير الشوربة. اليوم راني رايحة نبارطاجي معاكم طريقتي، ان شاء الله تعجبكم، تجي بزاف بنينة البنات. اذا جربتوها ما راكمش رايحين تندموا. مع واحد التدبيرة نديرها للبوراك باش يجيكم بزاف بنين. نجوزو نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. يلا نبداو على بركة الله. باش تجيكم الماكلة بنينة أكيد لازم تكون عندك توابل مليحة وجديدة ومضمونة. أنايا التوابل ديولي من عند دار الحاج البنات، جاي في الحاميز، عنده توابل ما شاء الله، يرحي قدامكم يوجد لكم وش حبيتو. عنده توابل خاصة وعنده توابل الأساسية اللي نعرفوها. توابل الخاصة هي عبارة عن خلطات كيما توابل تاع الشوربة، توابل تاع اللحم، تاع الطاجين، تاع الزيتون، الحوت، الدجاج، الشطيطحة، يعني أي تابل خاص تحبوا ديروه يقدر يخلطه لكم. وعنده تاني واحد الفريك ما شاء الله ننصحكم به، لأنه الفريك ديالو كما راكو تشوفوا ماشي من هذاك الفريك الخشين بزاف، وماشي من هذاك الفريك البودرة اللي ماشي مليح. وتانيك عنده معاه توابل الشريبة، يعني خاصين بالشوربة بزاف بزاف بنان. كاينين اللي يبيعوا تابل تاع الشوربة يجي مر ويفسد لكم الماكلة، ولكن هذا على ضمانتي، يعني الذوق ديالو ما شاء الله. هذا الباك اللي راكو تشوفوا فيه مجموعة من التوابل الخاصة، يعني عبارة عن خلطات كيما راكو تشوفوا لهنايا المتوم، إيبيس خاص به، السمك، الزيتون، الفريت كي تقليلي في خيط ديالك ديري لها هاد التوابل اللي يجو بزاف هايلين. وتابل الفرماج اللي راهو داير حالة، يعني ديريه في كامل الاطباق اللي فيها فرماج، لا بيشاميل، كريمة الجبن، يمدلك بزاف بنة. وكما شفتوا باقي التوابل تاع اللحم وتاع السمك. وداخل هاد العلبة عندنا التوابل الاساسية ديالنا اللي نستعملوها في حياتنا اليومية وفي طياباتنا، ومحال نستغناو عليها. التوابل كما على بالكم تلعب دور كبير في البناء تاع الماكلة وفي الصحة ديالنا، لهذا لازم الإنسان يخير محل يكون مضمون، وكي يرحيهم ما يرحيهم قدامهم ولا تشروهم حب وانتوما ترحوهم، لانه كاين اللي ربي يهديهم بزاف يديروا يخلطونهم حاجات واحد اخرين وماشي مضمونين. شوفوا لي الزنجبيل ديالهم ما شاء الله، تعرفوا غير في حليت لابواط ضربتني واحد الريحه تاع فري زنجبيل، يعني ديري منه قطره ما تكتريش، الا كترتي راح يغلب البنه ديالو، لانه توابل تاعهم جديده ونقيه ومضمونة تاني. المحل ديالهم كما قلت لكم جاي في الحاميز، راح نخلي لكم لا كارت فيزيت وفيها حتى لوكاليزاسيون توصلكم حتى لعندهم. عندهم مام الفلفل الحار ديالهم بزاف هايل يا البنات. يطلق واحد البنه في الماكله. والعكري كما راكو تشوفوا فيه، كما نقولوا العكري هذاك المروكي الاحمر، هذاك الداكن اللي يعاونك باش ما تجيكش الماكله تاعك قارصه من طوماطيش وما تكتريش بزاف. اوسي عندهم القرفه، الفلفل الكحل، الكمون، وباقي التوابل اللي نعرفوها. كما عندهم الطعام المفتول باليد، مفتول على حبال البنات، توابل تاع النافس، وعندهم بزاف حاجات. وعندهم تانيك خدمة التوصيل ويقدروا يوصلوا لكم حتى الباب الدار. واللي تجي من طرف ديالي راهم رايحين ينقصوا لها في هذا الباك اللي راكم تشوفوا فيه. يلا دوكا نجوزو نتعرفوا على طريقة تحضير الشريبة ديالنا بهذه التوابل، تجي الله الله. نجوزو نبداو على بركة الله. في قدرة تاع الفخار الله الله نحطو شوية تاع الزيت ونزيدو شوية تاع السمن، لانه اللحم الغلمي على بالكم باللي ديجا فيه الشحمة، وهذيك الشحمة هي تانيك سر البنة.
حطيت حبة بصل كبيرة في الاشواق ودرت 2 سنينات توم. انا صراحة ماشي مورفة نطيبها بالثوم، ولكن حبيت نجربها، وكي جربتها شفت باللي صح تمدلها بلنا مليحة. سي بورسا الانسان مليح يتعرف على طرق تاع واحد اخرين ويتقبلهم، ماشي انا ما نديرهاش هكا، لا لا، لازم قاعدة. الطبخ هو فن وابداع وكل واحد وطريقته. وكما شفتوا درت حبة طوماطيش كبيرة ورحيتها مع العكري باش تولي حميمرة كتر وكتر وتجي بزاف بنينة. وزدت درت غير مغرفة عكري في القدرة برك، ودرت راس الحانوت وشوية تاع الزنجبيل، وزدت درت مغرفة صغيرة تاع القزبر ما كترتش بزاف، وفلفل حار كمية، يعني اللي ما ياكلش الحار يستغنى عليه. وعندنا تانيك هادوما تابل الشوربه، يعني تقدروا تستغناو على كامل التوابل وديروا غير تابل تاع الشوربه وشويه فلفل كحل وشويه قرفه وشويه عكري، وراح تجيكم الشريبه ديالكم بزاف هايله، لانه توابل جدد وبنتهم يعني باينه. درت شويه تاع الملح واكيد الحشيش، راني رايحه ندير ربطه هكذا تاع الحشيش باسكو كيما راكم تشوفوا قدره تاعي كبيره ودوزين ديالي يعني ما شاء الله. انا ندير شريبه تاع يومين البنات، ونهار تاني نحب نزيد معاها سوب تاع شامبينيون ولا سوب تاع ليغوم ولا لا سوب بلانش، نزيد كونتيتي صغيره، واللي يحب ياكل شوربه ياكل واللي يحب ياكل لا سوب ياكل. ولكن الشوربه فريك اكيد 30 يوم راح تكون حاضره معانا في الطابله وما نقدروش نستغناو عليها احنا الجزائريين. وكاين اللي عوايدهم تاني كيديروا الحريره. قطعت هذاك الحشيش ودرت النعناع اليابس، وكيما راكم تشوفوا شريت هذا الفرن اللي فيه قرعه تاع الغاز سبيسيال للقدره ديالي تاع الفخار، وفيه هاد الصفيحه هذيك باش نطيب فيه، لانه الفخار ممنوع البنات ديروه فوق لا بلاك تاع الزجاج. انا نهار شريتها يعني حذرني، وواحد المره تاني كنت نتفرج في سميره على المباشر وترتقت لهم لا بلاك كانوا حاطين فوقها الطاجين تاع الفخار. وانا محال نطيب الشوربه من غير قدره تاع الطين، انا ما نقدرش نستغنى عليها سورتو في رمضان تجي بنتها الله الله. ايبان شريت لها هذا الفرن سبيسيال غير ليها، ومامطون يعني تكفيني لا بلاك ديالي، لانه على بالكم رمضان فيه طيابات بزاف. والتدبيره الاولى اللي حنبارطاجيها معاكم هي البطاطا تاع البوراك. انا نطيبها داخل الشوربه، تعرفوا كي ديروها داخل الشوربه تجيكم بنينه هايله، يعني ما نغليهاش غير في الماء والملح، نديرها مع الشوربه. والشوربه اكيد كاين اللي يدير فيها الخضره، انا كنت ندير فيها القرعه، حبه قرعه صغيره، حبه زروديه صغيره، وحبه بطاطا صغيره، ومن بعد تيك نرحيهم. ولكن ما وليتش ندير فيها، وليت نديرها غير فريك. بعد ما تقلات مرقتها وخليتها طيب على نار قليله، وجست للبوراك ديالي حكمت حبه بصل كبيره البنات. انا تاني البوراك ندير تاع يومين نروليه ونقلي واش نسحق. حطيت الزيت ودرت هذيك البصله اللي كنت قطعتها بيدي مربعات صغيورين ونقليها في هذيك الزيت حتى وين تدبال. بعد ما يتقلى البصل ديالنا ويدبال كيما راكم تشوفوا، يعني ما يقعدش هكذاك حي. انا لهنايا راح نمد لكم تدبيره ديروها اللي هو الدنداشي. انا لهنا مدلي بولي اشي يجي ناشف دنداشي، وعندي الفيونداشي اللي نكون نجليه كيما راكم تشوفوا هكذايا في هاد الساشيات، وندير منو شغل كموسه صغيره باش تطلق لي البنه. ندير خليط بين دنداشي والفيونداشي البنات هكذايا، راح تكونسومي شويه ومام طون يجي البوراك ديالكم بنين. ومام في المتوم في اي عفسه شطيطحه طاجين الحوت اللي كنت بارطاجيته معاكم ديجا ان شاء الله نعاوده لكم، توجور نخلط بين دنداشي والفيونداشي باش يمدلي بنا. التوابل استعملت فلفل الكحل، تابل تاع الدجاج، زنجبيل والملح، هذا ما كان لانه اصلا البطاطا راهي طابت مع الشوربه وخدات كامل هذيك البنه ديالها. شتو على ما نحبش انايا البولي اشي، شوفوا كيفاش يجي ناشف. المهم لا علينا، خليته كمل تقلى على نار قليله، وحكمت هذيك البطاطا ديالي بعد ما طابت نحيتها من الشوربه ونحكم ونعبزها كيما راكم تشوفوا بالعبازه. هنا بدلت جاني هذاك الطبسي صغيور، نعبزها عفوا مليح ومن بعد تيك نزيد لها الفرماج والمعدنوس، اكيد لازم نزيد لها المعدنوس والفرماج. انا نستعمل فرماج تاع البيدون البنات بزاف هايل هذاك الفرماج.
ومن بعد تيك نصوره لكم واحد الفرماج يعني ما شاء الله. الفيونداشي تاعي بعد ما طاب تاني درتلو المعدنوس وزدت درتلو الفرماج، وراني رايحه نطمو كامل بهذاك الفرماج. شوفوا هنا تقدروا تستغناو على البطاطا اذا حبيتوا ديروا البوراك ديالكم غير بالفيونداشي ولا دانداشي، تقدروا كيما راهي هذيك الخلطه يعني تعمروا بها البوراك ديالكم وتروليوه. انا زدت له شويه تاع البطاطا، منها يسكا ومنها نحس بلي البطاطا تشد الزيت، يعني ما يجيش البوراك ديالكم بزاف مزيت. كنت ندير واحد المرات يعني بلا بيشاميل، ما من البيشاميل حسيتها ترفد الزيت، وليت نعاود رجعت للبطاطا. هاوليك الفريك ديالي شوفوا كيفاش داير ما شاء الله. قلت لكم ماشي خشين بزاف وماشي رقيق، اذا كان خشين بزاف لازم تصيروه. بعد ما غسلته شحال من مره وكان طابع شويه هذاك اللحم ونحيت البطاطا هذيك، زدت حطيت هذاك الفريك ونخلطوا الشريبه تاعنا. دوكا كي ديروا الفريك يعني ما تغفلوش عليها باسكو تشيط لكم تلصق لكم، مره على مره لازم تخلطوا لها. ومن جهه اللي من هيك راني دايره اللحم الحلو، اكيد صورت لكم الوصفه ديالي كيفاش يجي بمقادير مضبوطه، راح نحطها لكم ان شاء الله باذن الله العشيه ولا غدوه. من بعد نجيو نرولي هذاك البوراك بهذيك لافارس اللي وجدناها كيف قلت لكم انا نروليه ونخليه في الفريجيدار، ومن بعد تيك نقليه يعني تاع يومين، ندير تاع يومين سورتو مع التربيه وكامل، ما مش شربه ندير تاع يومين. ونهار ما يكونش عندي زعما بوراك نوجدو ولا ندير دي ميني بيتزا، ندير خبز الفرماج، يعني نوع شويه في المقبلات هذوما المملحات عفوا، نوع فيهم شويه وتكون طابله يعني الله يبارك. نكمل نرولي كامل البوراك بعد ما يبرد لافارس تاعنا تبرد، لانه اذا درتوها سخونه راح هذوك الديول يدبالو كي شغل، وكي تقلوهم ما يجوكمش مقرمشين، لازم لافارس ديالكم تكون بارده. من بعد نحطها تكوتي، وكي الحق يا ربي نص ساعه هكذا على المغرب. هنايا شتو هاد اللحظه هذه تاع جري راني من هيك مع زكريا واش نقول لكم. المهم وصلتها الحمد لله. نهار الاول دائما فيه لابريسيون. قليت هذاك البوراك قلت لكم واحد نص ساعه هكذا قبل المغرب، واحد 20 دقيقه. المهم قسمه يبرد وقسمه الانسان ينحيه من راسو، زيدي وجدي شلاضه وكامل وانتي فريتيها. هاي ليك شريبه فريك بعد ما طابت. قلت لكم هذاك الفريك خلوه على نار قليله يطيب. انا لهنايا دوك المره الجايه كي نطيب هذاك الكاس ما نعمروش بزاف، لانه هاد القدره جديده اول مره نطيب فيها وجاني باللي الفريك بزاف. المره الجايه راني رايحه نقص شويه لا كونتيتي تاع الفريك. نقول لكم حبيباتي شهيتكم في الجنه، وان شاء الله يا ربي تجربوا طريقتي في البوراك وفي الشربه، راني متاكده بلي رايحه تعجبكم. ونقول لكم ان شاء الله نجوزوا هذا رمضان بالصحه والهنا، وركزوا لي على الصلاة والقرآن وقيام الليل، كل حاجة تتعوض، كل حاجة ما من الأفلام ويتعوضوا في سائر الأيام، ورمضان تلقايهم يعودوهم كامل. إلا رمضان عندنا مرة في العام، الإنسان لازم يبروفيتي منه الماكسيموم. في أمان الله.